يا صباح الفل والهنا والحلويات. اجهزوا معايا عشان رايحين نجيب زيزو. عايزه ارطب وشي، بشرتي صعبه جدا، بشرتي صعبه قوي قوي، خشنه كده بقالها كذا يوم. فهرطب وشي بالبرايمر المرطب ده بتاع شي جلام اللي هو اسمه جود جريب. زيزو بقاله 5 ايام عند ماما. ما هو انا قلت لكم قبل كده ان انا تقريبا ما بعرفش اشتغل نهائي نهائي وهو موجود في البيت. ده انا اساسا لما جيت يعني بعد ما ولدت فريده وبتاع، فريده بتقعد في الاوضه بتاعتي. يعني زيزو كان ما بيدخلش اوضه المكياج دي نهائي نهائي، يعني ما بيشوفهاش. جت بقى فريده، ما ينفعش ابدا ان فريده وزيدان يناموا مع بعض في نفس الاوضه، علشان زيزو حرفيا ما بيعرفش اصلا ينام من صوتها نهائي، وبيفضل يتزاول ويقول لي نونو 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 منها النونو. اقول له يا سيدي مالكش دعوه، ما انا عايزه انيم زيزو. فنفضل بقى على كده، يعني واحد المفروض يبقى بينام 2 وواحده اصلا بتنام 5. فتخيلوا الاتنين ما بيناموش، لا دي بتنام ولا ده بينام. انا رايحه اجيب زيزو من عند مامتي، مش رايحه فرح يعني، فمش هحط فاونديشن اصلا خالص، هستخدم بس الكونسيلر الجديد ده بتاع شي جلام. انا لسه ما عملتش الفيديو بتاعه دلوقتي، بس هنستخدمه. وحتى انا مبسوطه انه ان انا هستخدمه من غير فاونديشن عشان التغطيه بتاعته تبان. الدرجه دي اسمها نود، دي احلى درجه عليا. انا معايا نود ومعايا وارم فانيلا ومعايا واحده فاتحه جدا بس مش فاكره درجتها، بس هي دي الكويسه معايا. فزيزو بقى بدأ يدخل الأوضة بتاعتي. زوزو أوضتي دي كانت بالنسبة له من المحظورات. جت بقى فريدة بتقعد في الأوضة، فطبعا أنا مش بسيب زيزو لوحده، فبدخله يقعد معايا. ست فريدة هانم جت خلاص احتلت غرفتي. الموضوع صعب قوي. انا ما كنتش متخيله نهائي نهائي ان انا في خلال 4 سنين جواز هجيب نونتين. كانت اخر حاجه ممكن اتخيلها يعني. فما كنتش متخيله ان في حد اصلا هيحتاج الاوضه بتاعتي اللي هي اوضه المكياج. انتوا ما بتشوفوش الا الخلفيه اللي ورايا دي، ما تعرفوش اصلا الاوضه دي فيها ايه. الاوضه دي فيها سرير ودولاب، وفيها بقى العده بتاعه التصوير بتاعتي بالكامل. فلكم ان تتخيلوا زيدان عمل ايه في عده التصوير بتاعتي دي. انا لما جيت ابدا بقى تصوير اكتشفت بقى مصايب، اكتشفت مصايب يا بنات، مصايب. اكتشفت ان واحد من الاتنين سوفت بوكس بتوعي دول 2 كده بوكسين كبار بيطلعوا نور، وهم ممسوكين ب4 أعمدة كده عشان يفضلوا ثابتين. اتفاجئ ان واحد فيهم متشال منه العصيان او الاعمده بتاعته، وهم فين؟ كل واحد فيهم بقى في مكان. عايزه استخدم البلاشر الكريمي ده بتاع شي جلام اللي هو درجته اسمها اون بوينت. اون بوينت دي كلبه. حد كان يتخيل ان احنا بعد ما كنا بنستبيق جدا الدرجات دي في البلاشرز بقينا بندور عليها؟ انا بقيت بدور عليها. فقعدت بقى شويه كتير قوي على ما اتعافى اصلا من الولاده، واتعافى من ان انا بقيت عندي نونتين، واعرف اصلا بقى اظبط حالي ان انا ارجع تاني اصور وي الكلام ده كله. لما رجعت اكتشفت ان انا عدة التصوير بتاعتي كلها خربانة حرفيا، وصواميل متشالة منها، ولاقية في الأوضة كمية صواميل ومسامير انا مش عارفة دول بتوع ايه. يا لهوي يا زيزو، فهمني الحاجة اللي انت بوظها دي. طب بوظ بس عرفني الحاجة دي عشان اعرف ارجعها تاني يا ربي. فالبي بقى بيقضي بقى وقت كتير قوي عند ماما، يعني يمكن ما بيعديش اسبوعين على بعض الا لما بيروح لماما. هثبت وشي باللوز باودر دي الاورنج اللي هي الشفافه البيضه خالص دي، يعني حبيبه امها يا اخواتي بحبها. فزوزو بقى ساعات بيروح عند ماما يقعد يومين، اسبوع، وهكذا. المره دي برضو قعدته طولت قوي عشان انا كان ورايا هم متلتل. اي نعم ما خلصتوش، بس مش هفضل بقى سايباه بصراحه، وحشني قوي. فعايزه اروح اخده، فرايحه اخده دلوقتي.
وانا مش بعاده قوي يعني ان انا احط ميك اب كتير مثلا وانا نازله، بس ماما شايفاني مبهدله بقالي شويه، وشايفاني يعني مش مهتميه بنفسي بقالي شويه، وبنزل مبهدله وبتاع. بقيت ام العيال يا جماعه، اتبهدلت، طب اعمل ايه؟ فقلت ان انا النهارده اروح لها اموره. بحب احط برونزر قوي، فهستخدم البرونزر ده برضو بتاع شي جلام، اللي هو درجته اسمها سانسيت واك. قلت النهارده بقى اروح لماما اموره كده وعسوله وبتاع، عشان تفرح بيا، تفتكرش ان انا اتبهدلت، مع ان انا اتبهدلت طبعا. بس الفكره ان انا بقالي كتير ما روحتش لماما برضو ولا لبابايا، علشان ديدا كانت عيانه. زيزو لما مشى سابها عيانه، وهي بقى عماله تاخد عيا في عيا في عيا وبتاع، فكان بقالي كتير ما روحتش لمامتي، بقالي كتير قوي. وعشان انا ما بروح لهاش فبسد، فببعت زيدان. فلما يجوا يقولوا لي اي حاجه اقول لهم زيزو معاكم، فبقى مش هروح لهم بعد كل ده وانا مبهدله وحشه يعني. يا رب اطلع اموره في الاخر. وبرضو عندي فرح مهم جدا 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 جدا. امتى؟ مش فرح، خطوبه. امتى؟ يوم 8/11. طبعا ولا جهزت حاجه ولا عملت اي حاجه خالص في حياتي، بس هتصرف يعني. انا اخري يا هروح لليزا يا هروح لاماني يدوني فستان، يعني عشان احس ان انا رجعت كده اموره تاني. ماسكارة شي جلام طبعا حبيبه امها يا اخواتي، بحبها بموت فيها. يمكن دي احلى واظبط اصدار نزلته شي جلام، لانها نزلت واحده طلعت ووتر بروف جدا، اللي هي الخضره، طلعت ووتر بروف ووتر بروف يعني، فبتنشف الرموش جدا وبتقطعهم. ولكن انا واحده بحس احيانا ان انا عيني بتسيح المسكرة وبتسيح الكحل، يعني بهبب من الاخر يعني. ففي الصيف بحب قوي اللي هي الووتر بروف، بتبهدل لي رموشي وبفضل اعالجها شويه بعد كده وبتاع. ولكن دي بقى كانت اظبط اصدار، اللي هي البيضه دي، هي بالظبط الخضره، لان انا اصلا كنت بعشق الخضره، بس مش ووتر بروف. شايفين المنتج العجيب ده؟ بصوا دي ايه، دي اي شادو شimmer، بس ستيك بالشكل ده. عمري ما جربته، عمري. فتعالوا نجربه. دي من شي جلام طبعا برضو، والدرجه اللي معايا دي اسمها شارم. انا عايزه الجزء اللي هو، بصوا دي جزئين، بصوا دي متقسمه جزئين، يا رب تشوفوها كويس، متقسمه كده نصين، نص شامبين ونص بني كده اوكسيدي. يا انا عايزه بقى استهدف الجزء الشامبين ده عشان اجربه هنا. انا ما جربتوش قبل كده خالص، بس صدقوا حلو. بصوا بصوا، مش عارفه احط فين، احط هنا، بس عايزه افتح الجزء ده، بس اللي هو مش حاجه عمليه يعني مش الحاجه اللي انا اروح اشتريها واجري لا يعني عادي، مش حاجه تحفه، لا مش تحفه بصراحه يعني، ضعيف شويه، او مش الحاجه العمليه التحفه اللي اقول لكم اجروا اشتروها وبتاع. يعني عادي يعني، ده لو ب100 وحاجه لا خساره فيه بصراحه. اللي انتوا بقى ما تعرفوهوش ان الشي جلام منزله اقلام تحديد شفايف جديده. هما كانوا اصلا من زمان عاملين اقلام بالهبل، كان عندي كده كذا قلم، بس برضو مش هوريهم لكم الفيديو ده عشان انا نازله. ف انا كنت بحبهم جدا وبحب درجاتهم جدا، وكانوا طريين، بس ما كانوش اقلام كده، كانوا اللي هم بيتعملوا كده، دول بيطلعوا زي الارواج. بس بقى اخيرا شي جلام عملت لنا اقلام اللي هي الخشب اللي بالشكل ده كده، الضفر اللي هنا وقع واللي هنا كمان، والصاروخ اللي عندي نشف ومتضايقه جدا، كان نفسي اروح كده في كامل اناقتي، فوانا نازله هشتري واحد جديد. الدرجه بقى اللي انا مستخدماها دلوقتي دي اسمها مليونير، الدرجه دي على بينك. اول مره انا اجرب اقلام تحديد من عند شي جلام تكون بالشكل ده. بصوا درجه
مليونير دي مش عارف، هي بينك فاتحه قوي، بص شايفين لونها؟ في الواقع حاسه ان انا برضو هحب القدام اكتر. حاسه ان اللون ده بشع عليا، معرفش هو ليه في حاجات مش عجباني. يعني انا حاسه ان ده نشف شويه، مش زي اللي فاتوا خالص خالص خالص. ليه مش حباك؟ ليه مش حباه؟ معرفش. او الدرجه. طب استنوا نجرب درجه تانية. هو بس احلى حاجه في الاصدار ده ان هم عاملين 3 أو 4 درجات على بني، وانا ما بقتش اصلا دلوقتي بستخدم اقلام تحديد شفايف الا بني، فعشان كده يمكن انا مبسوطه بيهم عشان الدرجات. بس انا قلت اجرب البينك اول حاجه. بس ده بقى البني اللي هو درجته اسمها دايناميك. يا رب انت تطلع حلو، عشان بجد انت لو طلعت وحش انا هتضايق. يعني في الغالب انا ما بحبش ابدا اللي هم المحددات اللي لونهم بينك، ما بستخدمش كتير. انت لو طلعت وحش انا هرميكوا يعني بجد يعني. انا نسيت اقول لكم ان انا لما جيت عملت سواتش على ايدي هنا ل3 درجات بني، كانوا ثابتين ثبات. يعني انا مامي، انا بغسل مواعين وبطبخ وبقطع وبشطف اطفال فكان ثابت ثبات، انما مش عارفه على الشفايف ليه رخم. حاسه ان انا عايزه اطريهم شويه. انتم ملاحظين ان انا عامله مجهود عشان اللون يطلع؟ او يمكن علشان لسه جديد بقى، مش عارفه. بفكر جديا ارسم ايلاينر، واكتر ايلاينر انا حبيته يمكن من شي جلام. من يوم ما طلعت شي جلام اساسا احلى قلم ايلاينر عملته كان ده. ما فيهوش غلطه، ما فيهوش غلطه، يجنن بصراحه. اللي هو البينك ده خطير. ده لما يخلص انا هجيب تاني بصراحه. بصوا بقالي فتره بعمل حركه كده، ان انا لما بعمل الايلاينر من فوق بروح جايبه خط ايلاينر من تحت كده كده. الحركه دي ما كنتش بعملها، بس يعني بتعمل لي عيني شكلها مسحوبه اكتر وكيوت شويه. يعني بصوا كيوت شويه عليا. بنات الاي شادو اللي انا حطيته الشimmer ده اللي هو كان كريمي اللي حطيته فوق عيني ده زي الزفت ده، ما شاء الله. بصوا قطع. لا لا وحش. انا يعني مستغربه ان في حاجات كتير النهارده مش عاجباني. عارفين طبعا الروج ده، استنوا افتحه، اللي هو اللي بلامبر، انتوا عارفينه اللي هو ده، اللي هو مش فيه جليتر خالص، اللي هو العادي. جبت منه درجه اسمها بينك فلامينجو، دي ما كانتش عندي، وبسبب اصلا الروج ده والدرجه دي انا قلت النهارده هعمل ميك اب على بينك. سول شيد درجه بينكيه نود. يا رب تطلع حلوه في الحقيقه. حلوه. انا من الروج ده اكتر درجه بينك بحبها اسمها فيرست كراش، تحفه. يمكن فيرست كراش احلى من دي كمان. لو انتم مش عارفين الروج ده اسمه ليب بلامبر. بصوا روج جلوسي مضغوط، اللي هو انا نفسي اعرف انتوا عملتوا كده ازاي. دايما الروج الجلوس بيبقى سايل،
جت شي جلام عملت لنا بقى روج مضغوط جلوس. وطبعا علشان نبقى فاهمين، محدش بيستنى ابدا من الارواج اللي هي زي دي كده انها تكون ثباتها تحفه، يعني محدش يستنى كده. الارواج اللي هي الجلوسي ما بتثبتش، فانتي لازم تكوني حاطه قبلها لون بقى. انا النهارده مش حاطه حاجه، انا رايحه لماما يعني، ولكن انا لو رايحه فرح مش هحط حاجه جلوسي ابدا، يعني اي ماركه على بقي لوحدها، لازم حاجه مات وفوقيها حاجه جلوسي. ليه؟ على مدار اليوم هنلاقي ان روج الجلوسي يمكن راح خالص، واتبقى بقى اللون المات اللي تحته. بصوا اللون حلو قوي قوي قوي. فاضل بس اعمل حواجبي املى كده الفراغات بالقلم ده، غني عن التعريف، البيست سيلر عند شي جلام. وفي الغالب انا ما بستخدمش القلم اللي هو ده خالص، مع ان هو تحفه وارفع قلم حواجب في التاريخ، بس انا ما بستخدموش. انا عندي حواجب يعني بستخدمه بس لو بعمل لعروسه او بعمل لواحده ميك اب وما عندهاش حاجه، انما انا بستخدم ده. بصوا الرفع، بصوا التحفه. متضايقه قوي انا من الضوفر اللي وقع ده، متضايقه جدا. ليه يقع؟ اكتر درجتين انا بجيبهم من عند شي جلام اللي هو من القلم ده، درجه اسمها تشوكلت ودرجه اسمها اسبريسو، عشان ما تتوهوش. انا كل اللي بعمله في حاجب زي حاجبي ان انا شايفين منابت الشعر اللي فوق دي، يعني تحسوا ان في قطع هنا او تحسوا ان في، ما اعرفش ده حصل ليه، ما اعرفش، بس ده انا بحب املاه، مش بحب شكله كده. وبس ايه، خطين كده من قدام، نو مور، وببقى حلوه في الاخر. شوف حكمه ربنا يا مؤمن، لقيت عندي ده برضو، ده ليكويد جليتر من عند شي جلام، والدرجه بتاعته باينه ان هي تحفه، باينه ان هي شامبين خطيره، اسمها كونفيتي. كونفيتي مش فاهمه ليه، بس ده بقى لو طلع وحش والله العظيم هزعل، والله هزعل. اصل كمان بصوا شكله كيوت والتغليف تحفه، لو طلع وحش هزعل. بصوا شكله تحفه. اوه ده حلو، حطيته هنا جوه، ده حلو طبعا. لا ده حلو، ده حلو، ده اديه. بصوا انا ده هديه 8.5 من 10، عشان انا لسه مش عارفه اني لو حطيته فوق عيني هيعمل ايه. لما نبقى نعمل لوك ينفع احط فيه حاجه زي كده هبقى استخدمه، انما مؤقتا يعني في المكان ده كيوت. انا بدور على هايلايتر مش لاقيه. لقيت الباليت دي. وعندي برضو معلومه تانية، ان شي جلام برضو معرفش ما بتعملش هايلايترز كتير ليه، او ما بتعملش هايلايترز تحفه. يعني انتوا من اول ما انا بدات شغل اصلا مع شي جلام وانا بستخدم دي، ولما جم عملوا هايلايتر تاني كان حلو قوي، كان اللي هو المدور اللي هو بتاع الفضاء ده، اللي لونه ابيض مخضر، فمش عملي. هم عملوا برضو من الكوره بتاعت الفضاء دي الوان تانية، بس انا لسه ما جبتهاش، فلما اجيبها بقى هقول لكم. بس انا بحب دي قوي 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 قوي، يعني بموت فيها. قالوا بقى انا بحب قوي اعمل اللونين دول مع بعض، دول 2 هايلايترز باودر، واحد كده غامق شويه واحد فاتح، انا بحب الفاتح. ودي درجه برونزر تحفه تحفه، ودي درجه هايلايتر تحفتين بس كريمي. وعايزه اقول لكم ان انا ما بستغناش عنهم، بحبها. بس انا بقى في حاجه عايزه اقولها لكم، قلتها لكم كتير بس انا نسيت انا كنت بقول لكم ايه قبل ما اولد، مش عارفه. انا بقيت دلوقتي ما بحطش الهايلايتر في كل وشي، بقيت بعمل ازاي كده واعمل كده بس، يعني بحط الهايلايتر في كده هنا بس. متخيلين؟ ما دخلتش على على الحاجب، ما دخلتش على خدي نفسه نهائي. تحسوا ان شكله كده اشيك.
كده. حتى الطريقه دي بصوا بتبان من كل الاتجاهات، وبتبان في اتجاه الضوء فقط. بحط هنا هنا وهنا هنا. واضح اني بقيت اموره ولذيذه. انا رايحه لماما فمش هحط رموش، مع اني كان نفسي قوي احط رموش الصراحه. انا عايزه ابقى اموره بس مش رايحه فرح يعني. اموره بس كده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تعملي لي فولو على الانستجرام. انا اسمي منى اشرف، منى اشرف او مينو. بس كده، باي.